أسعد الله أوقاتكم مستمعي هيفي اف ام الأعزاء. هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار أقدمها أنا هوجين هادي وأبدأها بأبرز العناوين. أردوغان: الوضع في تل أبيض السورية بات يهدد تركيا. مقتل شرطيين و4 من عناصر داعش في ديار بكر. الصواريخ تحصد قتلى وجرحى في حمص. قصف كثيف على مواقع النظام بمورك. ممثل كوميدي يفوز في رئاسة غواتيمالا. التفاصيل: هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا ستفعل ما يلزم حيال ما اعتبره إعلان مدينة جريسبيت الأبيض كانتونا، معتبرا أن الوضع هناك بات يشكل تهديدا لتركيا. أردوغان اعتبر خلال مشاركته بفعالية نقابية في العاصمة أنقرة أن سيطرة داعش تنظيم الدولة الإسلامية على تل أبيض ومن ثم خروجه منها ودخول حزب الاتحاد الديمقراطي لاحقا يندرج في إطار لعبة مشتركة. وزعم أردوغان أن 95% من سكان تل أبيض من العرب والتركمان، فيما يشكل الأكراد 5% من سكانها. أعلنت مصادر أمنية تركية أن شرطيين و4 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش قتلوا في تبادل لإطلاق النار عندما داهمت الشرطة منزلا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين. وذكرت المصادر أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في حي كايا بينار في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية. ووسعت السلطات التركية عملياتها لتشمل خلايا يشتبه في أنها تابعة لداعش بعد تفجير انتحاري مزدوج في أنقرة أدى لمقتل أكثر من 100 شخص في أسوأ هجوم من نوعه تشهده تركيا في تاريخها الحديث. وحملت أنقرة التنظيم المتشدد مسؤولية الهجوم. استهدفت قوات النظام اليوم الاثنين بالصواريخ بلدة الغنطو بالريف الشمالي، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل، إضافة إلى عشرات الجرحى معظمهم من الأطفال، حيث وصفت العديد من الحالات بالحرجة. وتشهد بلدة الغنطو منذ مساء أمس قصفا مستمرا على أحيائها وسط تحليق كثيف للطيران الحربي في سماء الريف الحمصي. وفي السياق شهدت بلدات وقرى ريف حمص حالة نزوح كبيرة للمدنيين باتجاه الشمال إثر العملية العسكرية الأخيرة التي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين، إضافة إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة. قصفت قوات المعارضة السورية بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون مواقع قوات النظام والميليشيات الموالية له في مدينة مورك بالريف حما الشمالي. أسفر قصف المعارضة عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف النظام، كما ألقت من روحيات النظام ألغام بحرية على قريتي معركبة ولطمين بالريف الشمالي لحماة، تسببت بدمار في ممتلكات المدنيين دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا. في السياق نفت قوات المعارضة السورية الأنباء المتداولة حول سيطرة النظام وميليشياته على قرية المنصورة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي، مؤكدة أنها ما تزال تسيطر عليها حتى هذا اليوم. فاز الممثل الكوميدي السابق جيمي موراليس في رئاسة غواتيمالا بغالبية ساحقة عن حزب جبهة التقارب الوطني، مستفيدا من غضب عام من فضيحة فساد أطاحت بالرئيس السابق أوتو بيريز، فيما عمت الاحتفالات مقر الحزب. وحصل موراليس 46 عاما على 72.4% من الأصوات، متقدما بقوة على السيدة الأولى سابقا ساندرا توريس التي حصلت على 27.6%، وواعدا الشعب الغواتيمالي بحكم نظيف.
وقال موراليس: حصلت من شعب غواتيمالا على تفويض لأصبح رئيسا وأحارب الفساد الذي يستفزنا جميعا، فليبارككم الله وشكرا لكم. وكانت منافسته توريس وعدت بتمديد برامج الرعاية الاجتماعية التي كانت تعد إحدى السمات المميزة لرئاسة ألفارو كولوم، لكن منتقدين اتهموها باستخدام هذه البرامج لشراء الأصوات في المناطق الريفية الفقيرة. مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، كانت هذه نشرة موجزة قدمتها أنا هوجين هادي. طابت أوقاتكم.